اذا ما يجيكش التشارك المسكر على حبه ومبسس الله ومحمر ومورق من داخل، ما تقوليش خلاص نعرف ندير التشارك. شوفوا لي كيفاش يجي مورق والحشو طري. هذه الوصفه لازم تخبيها عندك، هذه الوصفه التقليديه اصلا. عندي 3 كيلات لوز مرحي مع نص كيلو سكر، رشه قرفه، مبشور، ليمونه، نحركهم ونجمع الحشو تاعي بمزهر. الحشو يجي طري وما تكثروش مزهر باش ما يجيكمش يابس كي طيبوه. نجي ندير العجين. عندي 3 كيلات فرينه لازم تغربلوها ونزيد عليها رشه ملح مع لافاني. استعملوا فاني تكون بنينه كيما انا نستعمل البركه، راهي تتباع بالميزان. حطيت نص مورف كبيره منها ريحتها هايله، وبسست بكيله مخلطه بين سمن ومارغرين. ونجمع العجين بكيله غير ربع تاع ماء ومزهر. كيفاش تعرفوا العجين واجد؟ كي ديروا كريات ما تجيش مشخ. خليوهم يرتاحوا ساعه وبداو تشكلوا. وزن العجين 35 غرام ووزن الحشو 12 غرام. نفتح العجين على شكل مستطيل، نحط الحشو وندور ونزير في نفس الوقت باش ما يدخلش الهواء وما يفسدش الشكل تاعها كي طيب. وكي توزنوهم رايحين يجيوكم كامل. على حبه ندخلها طيب على 180 درجه حتى تتحمر كيما راكم تشوفوا. هنايا فرغت السيرولي كان برد، راح نخليكم طريقته تحت لا فيديو. غطست حبيبات التشارك تاعي اللي كانوا باردين، خليتهم غاطسين في السكر ربع ساعه، ومن بعد نظفتهم رشيت عليهم شويه سكر كلاص من فوق، وهكا راهم واجدين. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش يجيو. اهم حاجه يجي مورق ومبسس ماشي طري ويذوب في الفم. سجلي عندك لاغوسات وهذا ما كان.